معي لكم حل كيف يتم إفلاس الموبايل. يعني الشعب كله ضروري يطبقوا هذا الحل على أساس نحارب حقهم هذا الحملة الذي فعلوه علينا وعلى المواطن. يعني يشلوا زلطنا كذا، يعني فوق ما قد يشلوا ولا هذه قد مسرقة عينك. فالحل الوحيد إن إحنا إيش نفعل؟ كلنا نقاطع إن إحنا نفعل باقات. مش هذه النقطة بس، طبعا النقطة الثانية كملت المقاطعة ما عبتش ولا باقة ولا نت. كل الشعب يستلفوا 100. تخيلوا اضربوا 100 في 10 مليون، كم عيطلع؟ إذا كان من ريال بس استلفنا من موبايل كم عيكون؟ 10 مليون. ما بالكم من 100؟ احسبوا تقريبا عجي 100 مليون أو أكثر، الله أعلم، قد أنا ما إيش مركز صراحة. فهكذا نقدر إن إحنا إيش نفعل؟ أقل حاجة نقاطعهم ونزيد نفلسهم، نفعل لهم شهر شهرين لو ما رجعوا القرارات التي أصدروها برفع الباقات. يا سرق موبايل الغلا متواصل، سر وادفع يا جوالي، سر وادفع يا جوالي، بطلوا مسراقه كيف رفعتوا الباقه، سر وادفع يا جوالي، سر وادفع يا جوالي، لا تستهنوا 100 و3 جوعنا متوالي ما نطيق الغالي، جوعنا متوالي ما نطيق الغالي، سر وادفع يا جوالي. الله 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 يا موبايل، الله الله يا سرق موبايل. أمانة سرق يعني دبل. الناس بيسرقوا يعني البسيطة القريبة، لكن أنتم سرقتوا فوق المعتاد. ما هو يعني الناس تدفع 1%، 2%، 50 شرفع 20 في سعر الباقة، يعني 20 في 10 مليون مشترك، وكم جينا وهي أقل حاجة 20 مليون أو أكثر. تخيلوا الواحد اللي عبى مثلا في اليوم الواحد لو تعبي بس 1 جيجا مثلا، وفوقها الباقة مثلا 20 ريال، لو زود 20 بس معاهم 20 مليون في ساعة أو أكثر، الله أعلم. أنا صراحة دحين مش مركز معاهم. ما بالك إنه يجي يرفع لك مدري كم، ولا دبل الدبل. أنتم الصراحة طحستوا إيش تفعلوا الدور الثاني؟ يعني مش تبون الدور الثاني ايش تفعلوا؟ مثلا لو نقول ايش تفعلوا مثلا 5G نفرق لكم ولا شيء عادي، قولوا هكذا، صرحوا تصريح. نحن نحاول ان نطور مثلا الى ال 5G، بالرغم ان ال 4G الحين والله ما من امه فائده، ان ال 3G بعض الاحيان نسرع منه، ترسل رساله اقسم بالله تجلس فتره. بعض الاحيان الساعه 8 هذاك وقت المغرب الساعه 8 لا تقدر تدخل اي تطبيق، يعني من قوه النت ما شاء الله. تفعل رسالة بالواتساب قالوا له توصل بعد دقيقة دقيقتين. ما لكم صلوا على النبي، ايش التخدير اللي خدرتوه؟ من المقوت الذي خزل لك الذي فعلت القرار هذا؟ احنا نصير نجلده المقوت او حاجة، علشان مرة ثانية بسلقات حالي زعلك المقوت، سير ارفع عليه الحالة، شل رقمه ورفعت عليه الحالة، مش على الشعب كله. سلامات قال لك رفعوا مدري من شركة، يعني التقرير الذي نزلوه هو قبل قليل او قبل ساعتين او الله اعلم، قد انا ناسي خلاص. نزلوا انه قال لك اني شركه مدري من ان هي نزلت اول حاجه جابت بنص السعر الباقي يعني للمواطنين، واحنا اضطرينا ان احنا ننزل مثلهم. وبعدها الان اكتشفنا انه ما بش خراج بعد مدري كم. ما بش خرج معانا، في خير يعطيكم خير، نقصوا زيد سعر الباقه الاولى. يعني الواحد دقيقه صراحه لو نجينا الصدق قيمتها 100 ريال، 500 ريال سلامات. اي نحن عايشين قد النت في العالم كله قدوم شبه مجان، قد بيوزعوه في الرصيف، بيقولوا لك انا واي فاي مفتوح، نت مجاني، انا مدري ايش مجان، قدام ما عاد بيدوروا الزلط حق النت، وانتم عاد انتم دخلتوا بدون غسال. سلامة قال الناس في 17 جي، واحنا عاد هنا في 5G الذي بسرعة 1x. مع الاسف
أقسم بالله يعني تخيلوا الشعب يعني مثلا هذا الأيام في فترة راحة، مثلا الناس مرتاحين وخير الله واجد، نقول سهل، والشعب كله الحين مثلا الحمد لله والشكر له. لكن المشكلة أنتم جيتوا في وقت والناس تحت الحضيض، يعني ما فيش من الناس ما يأكلوا، عاد أنا أزيد أدور عبي باقة ولا أقسم بالله أن شر البلية ما يضحك، يعني ما أدري إيش كيف فكروا. أن كان عقلك، أن كان حسك أنت يعني معك زلط، صح أنتم معكم زلط يا منبال، يخارجكم أن أنتم تشتروا الباقة حتى ب3000 الواحد الجيجا. لكن إحنا ماشي صراحة، إحنا ماشي، إحنا يا أما ترجعوها للبسمة ماشي، يعني على الحركة نشلكم كلكم، لا نعبي لا باقات ولا شيء. حاجة واحدة بس، لو بطلنا نعبي كلنا وكذا وكذا هذا خسارة فيكم، يعني خسروا انتم. بس الحركة الثانية القوية ان احنا ما نعبيش ويستلف الشعب كله، يزيد يستلف المياه. اقل حاجة يوقع عليكم عجز، والله اني لا تأثر فيهم، واذا ما اثرت فيكم فعلينا بحق. ويا اما ان انتم ترجعوا للسعر الذي قدوا، ولو ان احنا مش راضيين به، لكن يلا قدوا قال لك ولا بلاش. هذا زد يشلوا لك. المشكلة تعبي ب500 وصارك 320 مدري و30، كيف حلو ما ليش داري من كم بيحسبوا الريال مدري. تتصل المكالمة مدري بكم، ما لكم صلوا على النبي، صلوا على النبي، ما لكم تبيعوا أنتوا هواء الآن، معكم أنتينات بس قيمتين ثابتة، لو نجي للصدق خلاص أنت ما مش خاسر حاجة، أنت مش خاسر حاجة إلا حاجة بسيطة، يعني أنتم أرباح الاتصالات يعني فوق مش 100%، نقول احتمال 1000%، يعني أنت أول حاجة تطرح ضمار، وبعد الضمار هذا يعني خلاص تشتغل بالذي موجود. إيش الكذبة هذا يعني على الناس؟ والله إن أنتم يعني ما خسارتكم حاجة بسيطة حق تكلفة التشغيل وما تشغيل والموظفين والما موظفات وخلاص، والباقي كلها لكم أرباح. إيش عاد تشتوا فوق هذا كله؟ يا نكعنا الأساس، لا ذمتهم. لا ذمتي ما موبايل، خليها موبايل رجعت تنفعنا، والله ما نستفيد منهم حاجة. سرقونا في الأول عاد يسرقونا الثاني. الله عليكم صدق. استغفر الله العظيم. هذا الصراحة حتى والله إني زعلان منهم، الإضاءة كلها زعلان منهم، حتى الإضاءة زعلان من الموضوع. شعلة دي تشتي تشارك وتقول لكم إن هذا الشيء غلط، حتى الإضاءة نطقت نبعت، لا ما احنا راضيين. ما بالكم بالشعب كله، الشعب ضبحان، يعني لو شلنا انتم تفعلوا انا بعض الحين استلف 100 وعاد انا الشيء فوقها 1000، ازيد استلف منهم 1000 علشان اتصل ولا انتر شويه، ولا بين اتصلهم لا من عازدوا لي انا في صحراء الربع الخالي اشتي زد سلفوني زد 100 فوق ال100. عذرا ان سوف نكون اننا نقدر ان مدري والذي بتسرقونها يوم بتصيروا بها، أين بتصيروا بها؟ أقل شيء إن السلفات تكون 2000، لو جينا الصدق على ما بتسرقونها أقل شيء تكون تفعلوا سلفة 2000 3000 4000، زيدوا تفعلوا السلفة تخزن لي. المواطن لو قدر يستلف منكم نت ويستلف تخزينه عادي، أنتم يعني معاكم ضمار، أما إحنا ما بش معنا ضمار، ما بش معنا خراج إن أنتم ترفعوا فوق هذا السعر، فوق السعر الأول عاد ما فوق هذا السعر، ما عبش خراج في السعر الأول عاد ما في سعر جديد. الصراحة بقتوا أنتم فوق المعتاد، بس الحل هو في يد الشعب كله يقاطع وخلاص، عنضيفها فوق حق برنامج المقاطعة الذي هذا اللي شغال. والأمور سابرة، وما عليكم إلا بأمور يعني تريح الناس وتريح الكل. الله بالشعب اليمني، الله بالشعب اليمني لا تظلموه، يا سرق موبايل صدق.